السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في يوميات وصفات أم البنات. إن شاء الله تكونوا بخير مهنيين في الصحة جيدة. لكن قبل ما نشارككم وصفة اليوم اللي هي أجنحة مقلية يعني بطريقة رائعة جدا وقرمشة رائعة، ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اللي مازال ما اشتركش. نبداو على بركة الله مباشرة في وصفة نهار اليوم. داخل طنجرة ولا قدرة نطيبوا الأجنحة تاعنا نص طياب، نديروا شوية مارغرين. يعني علاش المارغرين؟ باش تخليه تساعد دوك الاجنحه انهم يطلقوا العصاص تاعهم باش يطيبوا فيها. مي الزيت ما نديرش الزيت، يعني اللي راح يطلق الزيت الكغا اللي راح يطلقوه الجناحتين راح يطيبوا فيهم. طيبهم نص طياب كيما شفتوا على نار قويه، حمرتهم شويه لكن هما ماشي طيبين. ولما نحيهم ندير شويه ثوم، قرفه، عود، الرند، والوحده اللي عندها الهيل ولا تزيدوا، لكن انا يعني اللي كان عندي طيبت به. بعد نقليهم شويه، بعدها نزيد بصل مقطع وشويه جزر مقطع، قطع صغار، وشويه فلفل تاني حار قطعته قطع صغار، واللي تحب الحار يعني تزيد دير الحار. ندير شويه فلفل اسود، راس الحانوت. هادو هما التوابل اللي كان عندي، ومكعب جنبو دجاج. قليتهم مع بعض، بعدها زدت الجلبانه والحميصه طايبين تانيك، قليتهم مع بعض تانيك كلش مع بعض. ثم الإضافة الأخيرة نزيد الأرز المغسول يعني مليح، غسلته عدة مرات. نزيدو للمقادير ونقلي كلش مع بعضه. يعني هذه الوصفة يعني الرز راح يخرج لنا يعني مزربة حبة بحبة، وبنين بنين بنين بزاف. من جهه واحده اخرى ونمرقوا، يعني نديروا مثلا ولا درت كيلا، قولوا كيلا يعني بول هكا تاع رز، ندير له زوج كيلات ماء وزوج كيلات ونص ماء هكذاك. ولا يعني ما نغطيوش، انا ما غطيتوش، خليته طاب هكذاك بما انه كلش الجلبانه طيبه والحميصه طيبه. الرز يعني طاب بغردو، اخرج مزربع ما شاء الله عليه. وفي ريسيبيون واحد اخر عندي الثوم، رابيت الثوم وشويه فلفل اسود الملح. وهنا راني نوريكم يا البنات هذه الفرينه اللي نغمد فيها، يعني نزيد ندير فيها الاجنحه. درت شويه فرينه شويه مايزينا فلفل اسود والملح للبنه. المايزينا هنا يا البنات راح تعطيهم قرمشه، يعني يخرجونا مقرمشين بزاف. ماشي طرايه، داخل طرايه ومن الفوق مقرمشين. قلنا في الغصافيه ومن بعد ما درنا الثوم الفلفل الاسود والملح وشويه قزبر تاني. اللي عندها الكاري تزيد الكاري، لكن انا كما قلت لكم اكتفيت بالتوابل اللي كانوا عندي. نخلط كلش مع بعض. زوج مغارف صغار لا موطارد، كاس ما بين يعني نص كاس حليب ونص كاس كريم فريش، واللي عندها عفوا فخومه اسمه ياغورت طبيعي. دير ياغورت طبيعي، يعني نص كاس حليب وياغورت طبيعي، ولا كاس حليب وياغورت طبيعي صديق الاجنحه، يعني كميه الاجنحه اللي عندك. انا درت نص كاس حليب وكملت عليه بالكريم فريش. نخلط كلش مع بعضه، مع زائد كاس تقريبا خدت لي كاس فرينه. نقعد نضيف الفرينه ونخلط حتى نتحصل يعني على خليط ثقيل هكذا كيما خليط المشوشه. ندير الاجنحه هذوك نخلط نديرهم في الخليط، ومن بعد نحطهم في الفرينه والمايزينا ونقليوهم على نار تكون يعني تقريبا متوسطه. كي شوفوا معايا الرز كيفاش طاب، يعني مزربع حبه بحبه جابني والله، يعني شهيتكم في الجنه. شوفوا يعني القرمشه يعني صوت ما كاش، لكن شوفوا كيفاش يابسه هذيك الجلده لما تتحمر تخرج لنا يعني يابسه. والبنه ما نحكي لكمش، نتمنى تجربوا وصفه النهار اليوم. ولا جربتوها ما تنسوش الجيم من الفيديو والاشتراك اللي مازال ما اشترك. شوفوا يعني من فوق مقرمش، طبقه ديك مقرمشه يابسه، وداخل يعني طريه طيبين لا باس عليهم هايلين. نتمنى تعجبكم الوصفه، والى الملتقى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.